لأن يوم راح يساسر لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان، يعني لقطة كانت شافها العالم كله. الله، جول مهاجم وليس جول لمدافع. يتقدم سيرخيو راموس ويسجل الهدف الأول لمصلحة ريال مدريد. سيرخيو راموس يسجل في مرمى فريقه السابق، لكن راح نشوف بالعرض البطيء مرة أخرى شلون تمكن المدافع من لعب الكرة بهذا الشكل، ويبدو أن أصيب. لاحظ 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 لاحظ، تابع الكرة. هكذا يفعل المهاجمين، هكذا يفعل كريستيانو وليس سيرخيو راموس، ولكن يفعلها سيرخيو راموس مثل ما يفعل المهاجمين الكبار، يفعل المدافع الاسباني الكبير سيرخيو راموس، ويسجل الهدف الاول في المباراة لمصلحة ريال مدريد. الامور تصير واحنا قبل الكلاسيكو ومستقبل كريستيانو رونالدو بالكرة. الجول جول 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 لاشبيليا. اشبيليا يسجل هدف التعادل. اشبيليا يسجل هدف التعادل. ردة الفعل مباشرة بعد ان سجل ريال مدريد. لاعب فريق اشبيليا ينشر الفرح الان في ملعب سانشيز بيجوان، ومرمى ريال مدريد يتلقى الهدف الخامس في الليغا. لكن لاحظ الكرة اللي مرت من الجميع وصلت إلى الإيطالي إمبولي، وإمبولي يسجل هدفه الأول في الليغا. ومن حسن حظه أن في ريال مدريد إذن يتعادل فريق أشبيليا، والإيطالي إمبولي يسجل هنا هدف التعادل. الكرة مرت من الجميع والإيطالي يحتفل بهذه الطريقة. إلى كونو بيانكا يتقدم الفريق الأبيض، وبيانكا نفسه يحولها جول ثاني لأشبيليا. أشبيليا يسجل الهدف الثاني. منطقي النتيجة، أداء أشبيليا وتقدم أشبيليا، والآن فريق أشبيليا يسجل الهدف الثاني لكي تصبح النتيجة هدفين مقابل هدف بنظرات كريستيانو رونالدو. وبانيجا الأرجنتيني في المباراة رقم 200 راح يحتفل الليلة بتسجيله للهدف الثاني في مرمى ريال مدريد. لاحظ الكرة اللي تحولت ووصلت إلى بانيجا. الكرة من كونو بيانكا، وبيانكا يعني الأبيض والفريق الأبيض. هدفين مقابل هدف، وأمام ريال مدريد 17 دقيقة تقريبا القادمة. لكن أشبيليا يمكن الثالث ينهيها. أشبيليا. ريال مدريد يلعب الكلاسيكو بهذا الشكل. الثالث لريال مدريد. على ريال مدريد يورنتي يسجل الهدف الثالث. المباراة الأسوأ للريال والمباراة الأحسن لأشبيليا. ريال مدريد يتلقى الهدف الثالث، وريال مدريد شوف يعني بعد مغادرة سيرخيو راموس تبهدل الريال. بعد بالضبط سجل سيرخيو راموس الهدف، بعدها تبهدل ريال مدريد. ازداد من الأمور تعقيدا الهدف اللي يحرزه يورنته الآن، ويسجل الهدف الثالث. وأشبيليا 3 وريال مدريد هدف. إذن الخسارة الأولى في الليغا، وحتى مشاركة خامس رودريغيز في البداية أو حتى أنا بأنه ممكن يعمل شيء كبير في المباراة، ولكن الأهداف التي أتت بعد ذلك هو نفسه خامس رودريغيز يسجل الهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد. تصير 3-2 ولكن عند الدقيقة الثالثة بدأوا الآن في أشبيليا، وبدأ فريق أشبيليا يخاف على هذا الانتصار. بدأ يخاف، لكن أمامه
امام خلاص الوقت الاصلي انتهى. راح نشوف ربما اقل من دقيقة ثواني قد تأتي لعبة اخرى لريال مدريد.